السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وحبايبكم بخير. وصفتنا النهاردة حاجة حلوة سهلة وسريعة واقتصادية، مكونات بسيطة جدا هتعمل لك منها كمية كبيرة. تقدري تحضريها لولادك في أي وقت، لو طلبوا أي حاجة حلوة في أي وقت تقدري تقومي تحضريها، ما بتاخدش أي وقت خالص. مكوناتها بسيطة وسهلة، تقريبا هما مكونين اتنين الأساسيين معانا، وهتعملي بقى أحلى حاجة حلوة في الدنيا. كمان لو جايلك ضيوف وعايزة حاجة مختلفة عن الحاجات اللي بتقدميها كل مرة، تقدري تحضريها وتقدميها وهي سخنة كده مع الشاي. حاجة تحفة. جربوها بإذن الله هتعجبكم. عايزة أقول لكم كمان إن هي تنفع حادق وتنفع حلو. تقدروا تحشوها حشوات حلوة أو حشوات حادقة، اللي يريحكم. تقدري كمان تعمليها بأحجام صغيرة زي ما أنا عاملة كده، أو تعمليها بأحجام كبيرة. حاجة تحفة جدا وسهلة وهتعجبك بإذن الله. تابعوا معايا الفيديو لحد الآخر، لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير واشتركوا لو لسه مش مشتركين، ويلا بينا نبدأ. أول حاجة معايا في المكونات وهي الحاجة الأساسية للوصفة بتاعتنا، هي دي اللي بتديها طعم حلو وطراوة كده، وبتخليها طرية ما تنشفش منك واحنا بنقليها. هي الزبادي. في بولة نظيفة كده هنحط كوبايتين من الزبادي. كل كوباية دقيق بتاخد كوباية زبادي، احنا هنعمل كوبايتين من الدقيق عليهم كوبايتين من الزبادي. عايزة بقى تضاعفي الكمية هتضاعفي المقادير، عايزة نصهم اعملي نصهم، مفيش مشكلة خالص. حطينا كوبايتين الزبادي، ومش شرط زبادي بلدي، اي زبادي متوفر عندك هينفع. هنحط عليه معلقتين كبار من السكر، وكمان كيس فانيليا، وهنقلب الكلام ده كويس جدا. يعني كل كوبايه دي هتاخد كوبايه زبادي ومعلقه سكر، ونقلبهم كويس جدا. وبعدين نبتدي بقى نضيف بقيه المكونات بتاعتنا. بعد ما دوبت السكر كويس كده في الزبادي والزبادي بقى شبه سايل معايا، هبتدي بقى اضيف المكونات الجافه. هحط كوبايتين من الدقيق المنخول. زي ما قلت لك كل كوبايه زبادي هتاخد كوبايه دقيق، عايزه تضاعفي ضعفي مفيش مشكله. وبعد كده هنحط معلقه صغيره من البيكنج باودر ورشه ملح، وهي دي كل المكونات بتاعتنا، مفيش اي مكونات تانية، مفيش اي اضافات، مفيش خميره، مفيش اي روايح. حاجه كده سهله وسريعه، مكوناتها بسيطه زي ما انت شايفه، وهتعجبك جدا بإذن الله. أتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم. آخر حاجة في المكونات رشة ملح، وهبتدي بقى أخلط المكونات كلها بالمعلقة. وبعدين هشيل المعلقة وابتدي بقى أعجن بإيدي لحد ما المكونات كلها كده تندمج مع بعضها وتكون لي عجينة متماسكة. العجينة اللي احنا بنعملها دي ما بتبقاش عجينة جامدة، يعني ما تمسكيها مش هتلاقيها جامدة ولا بتطلع من ايدك بسهولة، لا بتبقى لينة كده شوية وملزقة في ايدك. لما تلاقيها كده ما تحطيش دقيق، ما تضيفيش دقيق تاني، خلاص هي المكونات دي مظبوطة جدا. كل ما تزودي دقيق بعد ما تسويها وتيجي تاكليها تحسي ان انت بتاكلي قرص او فينو، فاحنا مش عايزين نوصل لده. هي المكونات المقادير اللي انا مديها لك مظبوطة جدا، والعجينة بتبقى لينة وملزقة في الاخر. هكمل بقى عجن كده في العجينة لحد ما كل الدقيق اللي انتوا شايفينه ده كده يختفي، والعجينة تبقى سهلة كده في ايدي وملزقة زي ما قلتلك، مش هضيف اي دقيق. بعد ما اوصل للمرحلة اللي انتوا شايفينها دي كله اختفى، العجينة لمت معايا. عجينة بصوا لينة كده وفيها سنة تلزيق، مع انها فيها سوائل قليلة جدا بس برضو ملزقة وطرية. ريحتها حلوة جدا من قبل ما تستوي. هلم بقى العجينة بتاعتي كده واحطها في الطبق وهسيبها ترتاح على جنب حوالي ربع ساعة، او يعني لو انتي مستعجلة سيبيها 10 دقايق او ربع ساعة، وبعدين نفردها ونشتغل فيها على طول. هسيبها ترتاح ونشوف هنعمل ايه. دي بقى جاهز الشوكولاتة اللي هحشي بيها الكرواسون بتاعي او المولتو بتاعي. انا هعمله زي المولتو بالظبط اللي احنا بنشتريه من بره، ولادي كل شوية عايزين يشتروه. الكيس دلوقتي بقى فيه 4 قطع ب6 جنيه، فانا قررت اعمله لهم في البيت. زي ما انتم شايفين سهل وسريع وموفر. يعني بنفس الفلوس اللي ولادك هيجيبوا بيها هتعملي بيها كمية أكبر في البيت. جربوه هيعجبكم جدا. هبتدي بقى أقطع الشوكولاتة كده زي ما انتم شايفين نفس الحجم. قطع كمان الشوكولاتة البيضة بنفس الشكل ونفس الحجم عشان تبقى كل الحشوات قد بعض، وتبقى على قد قطعة العجينة اللي أنا هقطعها. هكمل تقطيع الشوكولاتة واسيبها على جنب، وبعدين أرجع أجيب العجينة ونبتدي شغل فيها على طول. انا بقى فردت العجينه بالسمك اللي انتوا شايفينه ده، فردتها على قد ما قدرت، ما فيهاش اي ارتفاع خالص. زي ما قلت لك العجينه لازم تبقى رقيقه جدا، يعني رققي على قد ما تقدري عشان لما نلفها على بعضها ما تبقاش تخينه ونبقى بناكل عباره عن عجين، يعني تحسي ان انت بتاكلي حاجه
زي المخبوزات اللي هي بناكلها مع الشاي بلبن، احنا عايزينها حاجة مختلفة. فلازم العجينة تبقى رقيقة جدا جدا. انا وصلتها المرحلة اللي انتوا شايفينها دي، وهو ده الشكل اللي انا عايزاه. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا من الفيديو، قبل ما نقطع العجينة ونشكلها، حطوا لايك واعملوا لي شير واشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين. واهم من الاشتراك تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل الوصفات الجديدة اللي بتنزل على القناة وتقدروا تشوفوها. نبتدي بقى نقطع العجينة عشان نشكلها. أول خطوة هنعملها هنقطع العجينة 4 أرباع، يعني نص بالطول ونص بالعرض. هتديكي 4 قطع متساويين، حتى لو مش متساويين ولا يهمك خالص ولا يضايقك، احنا كده كده لسه هنقطعهم. بعد كده هنبتدي بقى نقطع كل ربع لوحده زي ما انتوا شايفين. المفروض الشكل يطلع مثلثات طويلة، بس أنا للأسف معرفتش أظبط الشكل. بس برضو اللي أنا عملته ده اداني في الآخر شكل حلو ومش وحش، يعني ما ضايقنيش في الآخر. انت لو عرفتي تظبطي ايدك في التقطيع، تقطعي كل قطعة مثلثة طويلة، طبعا هيديكي شكل احلى كمان من اللي انا عملته. انا قطعت كده، يعني قطعي مش عدد معين، يعني قطعي لحد ما يتقطع معاكي عدد قطع كتير وكلها رفيعة. شايفين بقى اول قطعة كده اللي انا مسكتها دي؟ المفروض يبقى كل التقطيع نفس الشكل ده، بس انا ما ظبطش معايا. فانت حاولي بقى تظبطي ايدك في التقطيع عشان يطلع لك نفس شكل المثلث الطويل ده اللي انا ماسكاه. هنبتدي بقى ناخد كل قطعة، بس في ملحوظة مهمة جدا لازم تعمليها. لو في اي دي زيادة من اللي كنا حاطينه تحت العجينة او فوقيها، لازم تنفضيه كويس جدا عشان يخلي العجينة تمسك في بعضها. لو في بينها دقيق عمرها ما هتمسك في بعضها. اول ما تيجي تقليها في الزيت هتفك، هتلاقي العجينه فكت وبقت طويله كده بنفس الشكل ده. فلازم لو في اي دقيق زياده تنفضيه. بعد كده هتبتدي بقى تاخدي كل قطعه وتحطي فيها مكعب الشوكولاته، تقفلي الجناب كويس جدا على الشوكولاته، وبعدين تلفي الرول. هيجي معاكي الشكل الكرواسون او شكل المولتو اللي انت شايفاه ده. لو سبتيها مفتوحة من الجناب، أول ما تحطيها في الزيت طبعا الشوكولاتة هتسيح وهتخرج في الزيت وتبهدل الدنيا. فخدي بالك ان انت تقفلي الجناب كويس جدا قبل ما تلفي. هكمل بقى كله بنفس الشكل الجميل ده. على فكرة العجينة دي ينفع تحط فيها حشوات حادقة برضو، هتبقى تحفة جدا. السكر اللي حطيناه ما تقلقيش منه، هو ظابط الطعم مش مسكر العجينة. يعني تقدري تحطي أي حشوات حادقة هتبقى حلوة جدا معاكي. العجينة دي تقدري برضو تقطعي قطع كبيرة، يعني مش لازم قطع صغيرة زي ما أنا عملت. احنا عاملين ميني، تقدري انت تعملي قطع كبيرة يبقى معاكي كرواسون أو مولتو من اللي هو القطع الكبيرة، يبقى برضو شكله حلو جدا. فاللي أنا بديكي الفكرة، وانت بقى فنني براحتك في الحشوات في الشكل اللي يريحك اعمليه. المهم امشي على نفس المقادير ونفس الخطوات وريحي العجينة عشان تتفرد معاكي بسهولة. هتطلع معاكي طعمها تحفة وهشة وجميلة وهتعجبك. لكن الشكل والحشوات اتحكمي فيها زي ما انت عايزة. هكمل بقى كله بنفس الطريقة ونفس الشكل، وبعدين نرجع نشوف هنسويها ازاي مع بعض. بمجرد ما اخلص لف كل القطع هنبتدي نقلي على طول، مش هنسيبها ترتاح تاني، هي كده مرتاحة وجاهزة على التسوية. خلصت كده بقى كل القطع بنفس الشكل بنفس الطريقة. كوبايتين الدقيق عملوا لي الكمية دي حلوة مش قليلة خالص. حاجة سهلة وسريعة وطعمها حلو. هناخدها بقى ونبتدي نقلي ونشوف النتيجة مع بعض. نبتدي بقى نقلي الكرواسون بتاعنا او المولتو ده في الزيت السخن الغزير. لازم الزيت يسخن كويس جدا. لو الزيت بارد العجينة هتشرب زيت، كلنا عارفين. لو الزيت سخن مش هتشرب ولا نقطة زيت. وانت بتاكليها مش هتحسي ابدا ان العجينة دي مقلية. لو اكلتيها لاي حد قدمتيها لاي حد مش هيعرف ابدا ان انت قليها في الزيت، هيفتكروا مخبوز في الفرن. من كتر ما هو هش وطري وخفيف وطعمه جميل، مش هتحسي ابدا ان هو مقلي ومش هيشرب معاكي اي زيت. بس لازم الزيت يسخن كويس الاول، وبعدين تنزليه في الزيت. ما تمليش الطاسه على الاخر، ما تخلوش ملزق في بعضه. سيبي بينهم فراغات عشان ياخد لون من كل الجوانب وتعرفي تقلبيه. وطول ما انت واقفه تفضلي تقلبيه عشان ياخد لون من كل ناحيه، ما يبقاش حته بيضه وحته ايه اتلونت. زي ما انت شايفه كده، وتقعدي تهزي في الطاسه كده وتجيبيه يمين وشمال لحد ما ياخد كله نفس اللون الذهبي الجميل اللي احنا بنحبه. هنطلعه بقى من الزيت طبعا على مناديل مطبخ لحد ما يصفي كل زيادة الزيت اللي فيه، وبعدين هنقدمه بألف هنا وشفا. عايزة تحطي بقى عليه صوصات زي ما انا حطيت صوص فراولة، صوص شوكولاتة بيضة، صوص شوكولاتة بني، اي صوص عندك هيبقى تحفة. عايزة تحطيه مثلا ترشي عليه رشة سكر بودرة هيبقى حلو جدا. مش عايزة اي اضافات، هو كده جاهز للاكل وتحفة وطعمه جميل وبألف هنا وشفا. جربوه بإذن الله هيعجبكم جدا. هكمل كل الكمية عشان ما اطولش عليكم بنفس الطريقة و... ونرجع بقى نشوف هنقدمه ازاي مع بعض. ما تنسونيش في اللايك لو عجبكم الفيديو.
خلصت كده كل الكمية زي ما انتم شايفين، ما شاء الله شكله حلو جدا واخد كله نفس اللون. مش شارب ولا نقطة زيت. بصوا في ايدي ناشفة ازاي، ما فيهاش اي زيت خالص. عايزة اوريهولكوا بقى من جوه هش وطري ومفرغ، والعجينة بتفكيها كده بتفك بكل سهولة، مش مكتومة ومش يعني مش ناشفة. والشوكولاتة بقى كده من جوه، الله الله على الجمال. احكموا انتوا بقى بنفسكم، قولوا لي في الكومنتات ده مولتو ولا مش مولتو زي اللي بنشتريه من بره. والطعم كمان حكاية، لما تجربوه هيعطوا بقى في طبق التقديم. وعندي شوية صوصات كده باقيين من حاجات تانية، صوص شوكولاتة بني وصوص شوكولاتة أبيض، هحط عليه بس للتزيين، بس تقدري تستغني عنهم خالص. لو عندك كمان شوية صوص فراولة هيبقى حلو جدا. ما عندكيش أي صوصات، عايزة ترشي رشة سكر بودرة وهو سخن رشة هيبقى حلو. ما عندكيش ومش عايزة تحطي سكر، خلاص هو كده جاهز وطعمه جميل، مش محتاج أي حاجة تانية. قدميه بقى لولادك وهتشوفي رأيهم، يعني هيبقى ايه فيه احلى من المولتو اللي بيشتروه من بره الجاهز. طعم وريحة ونظافة وتوفير، بصوا حاجة كده تحفة. جربوه بنفس الطريقة ونفس المقادير، ومستنية رأيكم. وأتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو لسه مش مشتركين اشتركوا قبل ما الفيديو يخلص واعملوا لي لايك، واسيبكم بقى في حفظ الله، واشوفكم في فيديو جديد، ومع ألف سلامة.